Hallo meine Freunde, heute lernen wir den Genitiv. النهاردة الدرس عن الجينيتيف أو المضاف إليه في اللغة العربية. زي ما بنقول مثلا قلم الطالب، قلم مضاف، الطالب مضاف إليه. النهاردة هنفهم الجينيتيف مع بعض، مش هنطول عليكم ويلا بينا. هنبدأ الأول بالأدوات، ونبدأ باجتماع article اللي هي أدوات التعريف. هنقارن بين النوميناتيف والجينيتيف. في الماسكولين في النوميناتيف der بتبقى في الجينيتيف des. فيمينين دي der. نويترال بتكون das في النوميناتيف des في الجينيتيف. في البلورال دي der. في المذكر في النوميناتيف der بتتحول des في الجينيتيف، ويضاف اس أو as للاسم، ونفس الكلام للمحايد. أما في المؤنث والجمع الدي في النوميناتيف بتكون der في الجينيتيف. نيجي لأدوات الملكية possessive article. هنقارن بين النوميناتيف والجينيتيف. ماسكولين نوميناتيف mein، ماسكولين جينيتيف meines. نوميناتيف في الفيمينين meine، فيمينين في الجينيتيف meiner. نويترال mein في النوميناتيف، meines في الجينيتيف. في البلورال meine في النوميناتيف وmeiner في الجينيتيف. ونيجي دلوقتي للسؤال المهم، wann brauchen wir Genitiv؟ امتى بنحتاج لحالة المضاف إليه؟ بنحتاج لحالة المضاف إليه لما يكون عندنا اسمين ومحتاجين نجمعهم مع بعض في جملة واحدة. تعالوا نشوف. زي مثلا الاسمين اللي معانا دول das Haus der Mann. عايزين نقول بيت الرجل، هنقولها ازاي؟ يبقى das Haus des Mannes المضاف das Haus، و des Mannes المضاف إليه اللي هو الجينيتيف. وزي ما قلنا قبل كده der بتتقلب des ونضيف عليها للاسم يا إما s يا إما as. ونديكم مثال تاني بس على المؤنث das Haus die Frau. أول حاجة ننزل ب das Haus البيت مضاف، وبعدها der Frau المرأة مضاف إليه في حالة الجينيتيف. الدي هتكون der والفراو من غير أي إضافات. ونطبق المثال كمان على المحايد das Haus das Kind. الداس في حالة الجينيتيف هتكون das هتتقلب des ونضيف للاسم يا إما s يا إما as. هيكون شكل الجملة das Haus des Kindes. والجمع هيكون نفس حالة المؤنث، الدي هتكون der ومش هنضيف أي حاجة للاسم. طيب امتى نضيف الاس وامتى نضيف as؟ الاضافات ده زي ما قلنا قبل كده بتكون في حالة الجينيتيف مع المذكر والمحايد، اما المؤنث والجمع فبنضيفش شيء للاسم. الاس نضيفها لاخر الاسماء اللي نهايتها al او an او al، والاسماء اللي نهايتها s ss sz t z x وz يضاف في نهاية الاسم as. وباقي الحروف يا إما بتاخد s يا إما as، زي der Schrank اللي هو الخزنة، des Schranks وdes Schrankes. وزي كلمة القلم der Stift، des Stifts وdes Stiftes. وناخد شوية أمثلة على الكلام اللي فات. der Mantel der Frau معطف المرأة. وممكن نزود الكلام شوية على الجملة دي der Mantel der Frau ist toll معطف المرأة رائع. die Zimmer des Hotels غرف الفندق. الاسم هنا بينتهي الهوتيل بال al يبقى نضيف s. وممكن نكبر الجملة شوية نقول die Zimmer des Hotels sind klein غرف الفندق صغيرة. هنا حطينا sind عشان die Zimmer جمع.